اغلى ماتش في تاريخ الاهلي. دلوقتي ماتش الاهلي وانتر ميامي خلص 0-0، ماتش بالميراس وبورتو خلص 0-0، يعني كله نفس الكيس. يعني بنبدا دور المجموعات من اول وجديد مع الحسبان من الماتشين اللي فاضلين للاهلي هم الاصعب. بعد كلنا ما شفنا ماتش بالميراس وبورتو متهيألي ان الفوز على بورتو بقى اسهل شويه من الفوز على بالميراس. كلنا شفنا السرعات والقدرات البدنيه الرهيبه عند فريق بالميراس اللي كلهم عاوزين 11 ديانج في الملعب في الاخر. بص مش هقول لك بقى تشكيله واقول لك مين بديل كوكا بعد ما اتصاب انه خلاص مش هيبدا الماتش الجاي، ومين ثلاثه اللي في نص الملعب، ومين بديل امام عاشور، مين يبدا ومين احتياطي. التشكيله هتختلف عليها، ما اظنش ان المدير الفني يعمل تغييرات كتير، فنحتفظ على القوام الاساسي ما حد مكان امام يبدا ما حد مكان كوكا. المهم انا مش فارق معايا التشكيله كبيره، مش فارق معايا مين يبدا، انا فارق معايا حاجه واحده بس، اللي احنا نتعلم من كل الاخطاء اللي فاتت، نتعلم من الماتش اللي فات، نتعلم من السنه اللي فاتت، نتعلم اللي احنا نلعب للفريق. احنا مش عايزين منك انك تروح تجيب جول وتلم 11 لاعب، مش ده اللي عاوزينه، احنا عايزين تلعب العادي وتلعب للفريق. يعني ياسر ابراهيم اخر ماتش لعب كراجل في مكانه من غير اي فزلكه، كل كوره راجل فيها بيدي فيها 200% من قدرته. كوره اوفر من ورا المدافعين كابل وجري وقبل ميسي بلوك على سواريز، كل كوره يغطي ورا كوكا، يغطي يطلع بلوك على طول في نص الملعب. هو ده اللي احنا عايزينه. ما طلبش منك انك تاخد الكوره وتلم الفريق وتجيب جول وتعمل ار 2، ما طلبش كده، ما طلبش منك يا شحات انك تروح الانفراد وتلم لاعب وتشوطها، راجل تباصي. وانت لما تجيب جول انت لوحدك تريزيجيه ضربه جزاء خلاص كده ما علينا. المهم نلغي كل ده ونركز ان احنا نلعب لهدف واحد كفريق. بالنسبه بقى انه اغلى ماتش في تاريخ الاهلي قدامك فرصه ذهبيه في الماتش ده. ماتش بالميراس اصعب، ويعتبر اصعب ماتش في المجموعه، اصعب من ماتش بورتو وانتر ميامي اللي احنا شفناه. بس انا شايف انت لعبتها مرتين، في ماتش رحت ضربات جزاء وكسبت وخدت البرونزيه، وماتش خسرت 2-0، ده الماتش الثالث. يعني الفريق مش غريب عليك، سواء السرعات والبدني اللي عندهم انت تقدر بمجهودك وبتركيزك في الملعب انك تتغلب على الحته دي. فوز بالميراس مش اعجاز، وعاوز زي ما قلت التزام ورجوله في الملعب، غير بقى بالعائد المالي اللي جاي لك لو كسبت ماتش بالميراس. اول حاجه 2 مليون دولار لو كسبت المباراه، وفرصه تاهلك للدور ال 16 بنسبه فوق ال 85%. عارف يعني ايه بقى تصعد لدور ال 16؟ مبدئيا كده اول حاجه 7 مليون ونص دولار، غير انك هتكمل اعلانات لايام اكتر في فتره كاس العالم للانديه، مش العائد الاعلاني على كل سبونسر عندك، غير انك هتلاقي فريق اوروبي يا اتلتيكو مدريد يا باريس سان جيرمان، وتكمل طموحك وحلمك وتشوف فريق في كاس العالم بيشارك ماتشات تفوح. مش مستني اشوف ال 11 لاعب في الملعب، انا مستني اشوف 11 راجل في الملعب. جماهير مهما كنت فين كانت وراك وعمرها ما خذلتك. كلنا شفنا الاستاد في ماتش انتر ميامي جماهير الاهلي كانت متواجده ازاي. سافرت على نيوجيرسي شفت الجماهير استقبلتك ازاي برضه في المطار. فالجماهير دي مستنيه منك انك تكسب. الجماهير دي مش مستنيه تاني اي خساره او اي احباط. انا موافق ان احنا نلعب رجاله ونتعادل، بس مش موافق ان كل واحد يورينا فنياته ونخسر، ولا كل واحد يفزلك ونخسر تاني. استقتل في الدفاع واقفل نص ملعبك، كل لاعب يدي 200% من مجهوده. ممكن تلعب على المرتدات. بالميراس اظن ان هو هيهاجم ويضغطك من قدام، تقدر تلعب قدام على وسام او تريزيجيه او زيزو او اي مكان هيبدا. المهم ما تخافش، جمد رجلك في الملعب. ماتش 90 دقيقه 11 قدام 11 مش اعجازيه، لعبت بالميراس قبل كده، مستنيين نتيجه تغير كل الاحباط اللي احنا فيه. هنركز على الضربات الثابته سواء من الجناب، زيزو موجود في الاوفر كورنر، الضربات الحره المباشره للمرمى عندك وسام ابو علي، ان شاء الله توفق في واحده ولا حاجه. ضربات الجزاء يعني يا ريت عرفنا بقى الموضوع ده، عرفنا مين الاول مين الثاني وخلاص، وعقوبه لتريزيجيه وتقبلها. الكلام ده يا ريت بقى نشوفه بجد، ما يكونش ايه تلفزيون وخبر ومصالح الناس واتضايقت والكلام ده. مش طالبين غير حاجه واحده بس، حاجه واحده بس هتجيب مفتاح فوز. 11 راجل في الملعب، 11 راجل، مش عايز اكتر من كده. وان شاء الله نتقابل بعد الماتش ونحتفل سوا. شكرا.